ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبألف خير. انا النهارده جاي اتكلم معاكم يا جماعه عن الجالاكسي فولد 7، الموبايل اللي سعره اول ما نزل كان بيعدي ال 100,000 جنيه بكل سهوله. وهل يا ترى هو احسن ولا الجالاكسي فولد 6 بتاع السنه اللي فاتت؟ ومن غير رغي كتير كالعاده معاكم محمد ابو اليزيد، ويلا بينا ندخل في تفاصيل الفيديو. مبدئيا لما نيجي نتكلم عن الفولد 7 فانت لازم تبقى عارف ان احنا بنتكلم عن موبايل فلاج شيب وبريميوم جدا، ولكن موبايلات الفولد يا جماعه هي مش مناسبه لكل الناس. في ناس كتير قوي تقول لك لا الفولد ده عم موبايل تخين كده وتقيل، وده كان معتقدنا دايما عن موبايلات الفولد. وبصراحه سامسونج غيرت الموضوع دوت السنه دي مع الفولد 7. فمبدئيا كده الموبايل حجمه في الايد بقى شبه اي موبايل تقليدي عادي خالص. انا هنا معايا ال 23 الترا، الموبايل مسكته في الايد بقت طبيعيه جدا زي الموبايلات العاديه، ما بقاش موبايل اللي هو الرفيع الطويل قوي اللي شبه الريموت دوت. وده هتلاحظه في الابعاد بتاعه الموبايل او السمك بتاعه، ان الموبايل وهو مقفول سمكه 8.9، ولما بيتفتح سمكه بيبقى 4.2. الموبايل بيبقى رفيع قوي هنا يا جماعه، وهتحس كده وانت بتاخد بالك من الفريم بتاع الموبايل انه الزرار بتاع البصمه اللي في الجنب بتاع الباور بutton والتايب سي محشورين في الموبايل بالعافيه، تحس ان التايب سي ملهوش مكان اصلا في الموبايل. وزن الموبايل بقى منطقي جدا، بقى زي اي موبايل 215 جرام. عايز اقول لك ده 3 جرام اخف من ال 25 الترا. لكن انت تتخيل ان الايفون 16 برو ماكس وزنه 227 جرام، انما ده وزنه اخف منه ب 12 جرام كاملين. فموبايلات الفولدبل ما بقاش في منها قلق من حته الوزن. لو جيت بقى بصيت على الفولد 6 فهو كان سمكه 12.1 وهو مقفول، ولما بتفتحه بيبقى 5.6، حرفيا كان قد الرصيف. طبعا الفولد 7 مصنوع من خامات بريميوم جدا، الفريم بتاعه مصنوع من الالومنيوم، والازاز اللي قدام واللي ورا جوريلا جلاس فيكتوس سيراميك 2، والشاشه الداخليه بتاعته طبعا بتبقى معموله من البلاستيك علشان تقدر تقفلها وتفتحها. الموبايل بيقاوم الميه بنسبه بسيطه جدا واللي هي IP48. وزي ما قلت لكم من شويه الموبايل مسكته في الايد طبيعيه جدا علشان ابعاد الشاشه اللي اتغيرت. ولما نتكلم عن الشاشه الخارجيه بقى اللي هي دايناميك اموليد LTPO 2X، طبعا بتدعم ال 120 هرتز دلوقتي، وعليها طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس سيراميك 2، شاشة بحجم 6.5 انش وبكثافة بكسلات 422 بكسل بير انش. طبعا لما نيجي نتكلم على الشاشة بتاعة الفولد الداخلية بقى واللي هي هنا كبرت وبقت بحجم 8 انش، وطبعا فرقة جدا عن الشاشة بتاعة السنة اللي فاتت اللي كانت على الفولد 6، وهي شاشة من نوع LTPO Dynamic AMOLED 2X 120 هرتز. طبعا بتدعم ال HDR10 بلس وبكثافة بكسلات بتوصل ل 2600 نتس. يا جماعة 2600 نتس في الشمس على الشاشة الكبيرة دي موضوع ثوري جدا بصراحة، تحس ان انت ماسك ميني تابلت في ايدك. ومش عايز احكي لك طبعا عن الالوان بتاعة الشاشة سواء الداخلية او الخارجية. الشاشة الخارجية كأنك بتتعامل مع موبايل طبيعي خالص، تفتح مثلا السيتنجز، تفتح الكالكوليتر، تقعد تتعامل في الموبايل، مش محتاج تفتحه خالص. وقت ما تيجي تتفرج بقى على اي محتوى تروح فاتح الشاشه الداخليه وتستمتع طبعا بالالوان والاتش دي ار 10 بلس مع تجربه السماعات الاستيريو اللي محطوطه في الموبايل من فوق ومن تحت. ولما بتلف الموبايل بالعرض عشان تتفرج على حاجه السماعه بتبقى يمين وشمال، الصوت في السماعتين قد بعض بالظبط، فهتستمتع بصراحه بتجربه صوت ومشاهده ممتازه. لو جينا نتكلم على الهنج او المفصله بتاعه الموبايل فهي قويه جدا، وحرفيا بتحسسك ان الموبايل متين في ايدك، مش هيتكسر مثلا لو فتحته جامد او كده. وفي حاجه انا ملاحظها ان الموبايل لما بتفتحه ما بيبقاش فلات تماما، هو بيبقى كانه عامل زي رقم 7 كده، هو بيبقى مقفول سنه بسيطه. اعتقد ده علشان يحافظ على الهنج ان هو ما يتقطمش او كده. بس طبعا الخامات او البيلد كواليتي بتاعه الموبايل ممتازه جدا، مش هتحس ان هو موبايل خفيف او بيلقلق في ايدك او اي حاجه. ولما نيجي بقى نتكلم على البرفورمانس او العتاد الداخلي بتاع الموبايل، طبعا ده موبايل فلاج شيب فلازم يبقى فيه اعلى بروسيسور من سامسونج، وهو البروسيسور السناب دراجون 8 اليت اللي بيجي بمعماريه تصنيع 3 نانومتر. طبعا الموبايل بيجي مثبت عليه اخر واجهه من سامسونج اللي هي الوان يو اي 8، وطبعا عليه اندرويد 16، وهيدعم لغايه 7 اندرويدز في المستقبل. مساحات التخزين طبعا من 256 ل 1 تيرا، وده بيبقى معاها 12 جيجا رامات، وفي نسخه اللي هي ال 1 تيرا بيبقى معاها 16 جيجا رامات. خلينا بقى نتكلم عن ألذ واحسن حاجه اتغيرت في الفولد السنه دي يا جماعه، وهي السيستم بتاع الكاميرات. لو جيت كده تبص على الموبايل هتلاقي الموبايل رفيع قوي، ولكن الكاميرات ليها بروز واضح شبه الرصيف. دي الحاجه الوحيده اللي ما قدروش يخبوها في البيلد كواليتي او في البيلد بتاعه الموبايل، علشان الكاميرات طبعا لازم يبقى ليها ديستانس عاليه، لان هي هنا كاميرات متطوره قوي 200 ميجا بكسل. فحرفيا الموبايل ده لو انت حاطه على ظهره كده وجه شويه هوا هتلاقي الموبايل قاعد يرفرف زي العالم كده، ما شاء الله عليه.
خليني بس اقول لك معلومه طريفه عن الفولد 7 ان هو فيه 5 كاميرات. مبدئيا عندك 3 كاميرات خلفيه، بتتكلم عن اللينس الرئيسيه فتحه عدسه f 1.7 ودي العدسه ال 200 ميجا بكسل وهي العدسه المين بتاعه الموبايل. عندك كمان عدسه تيلي فوتو بتديك 3 اكس اوبتيكال زوم فتحه عدسه f 2.4 ودي عدسه 10 ميجا بكسل. عندك طبعا عدسه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.2 الترا وايد. وطبعا بالكاميرات الخلفيه بتاعه الموبايل بتقدر تصور فيديوهات بتوصل ل 8K 30 فريم في الثانيه، طبعا 4K 30 و60 فريم في الثانيه. وطبعا الكاميرا الاساسيه دي تقدر تصور بيها فيديوهات HDR10 بلس. بالنسبه بقى لكاميرات السيلفي فانت عندك كاميرتين سيلفي، كاميرا سيلفي في الشاشه الداخليه وكاميرا سيلفي في الشاشه الخارجيه. بالنسبه لكاميرتين السيلفي فالاثنين 10 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.2. وتعالوا كده ناخد نظره سريعه على الصور اللي طالعه من الفولد 7. مبدئيا انا هنا مصور بالكاميرات كلها او تقريبا بكل الابعاد البؤريه المتاحه، العدسه الالترا وايد والعدسه ال1 اكس اللي هي العدسه المين، بعدين عندنا العدسه ال3 اكس التيلي فوتو، بعدين من الكاميرا دي بقى بتقدر تاخد صوره 10 اكس ديجيتال زوم و20 اكس وكمان 30 اكس. مبدئيا كده لو انت بتشتري فولد 7 لازم تبقى عارف ان الموبايل ده مش بتاع كاميرات قوي، ولكن هنا الكاميرات يعتمد عليها في ظروف الاضاءه الطبيعيه. ودي الصوره بالكاميرا السيلفي الخارجيه اللي هي على الموبايل من بره، ودي صورة سيلفي بالكاميرا الداخلية اللي موجودة في الموبايل من جوه في الشاشة الكبيرة طبعا. بس بص، انت لو معاك الموبايل ده مش هتبقى محتاج تصور لا بالكاميرا السيلفي دي ولا السيلفي دي، لان انت ممكن تفتح الموبايل وتبقى الكاميرا الاساسية متوجهة لوشك وتشوف نفسك في الشاشة الخارجية بتاعة الموبايل، فهتاخد سيلفي بكواليتي 200 ميجا. متخيل الفرق؟ او كمان لو عايز تقدر تاخد سيلفي بالعدسه الالترا وايد، ولو معاك بقى ناس او جروب كبير بيتصور تقدر تجيبهم كلهم في صوره واحده. وبصراحه احسن حاجه عملوها ان هم شالوا اللينس اللي كانت مدفونه تحت الشاشه الداخليه بتاعه الفولد 6. هي ميزتها في الاول ان ما كانش فيه فتحه في الشاشه للكاميرا في الفولد 6، فكانت الموبايل كله من جوه عباره عن شاشه بس، كانت البكسلز اللي فوق اللينس ديت بتبان في ظروف اضاءه معينه كده لو وجهت الموبايل بطريقه معينه. لكن دلوقتي هي بقت مفتوحه في الشاشه كده كثقب صغير كده زي اي لينس سيلفي في اي موبايل. بس بصراحه اللي فرق هنا قوي هي الكواليتي بتاعه الكاميرا. يعني لو جيت كده تبص على الديتيلز بتاعه الصوره بتاعه الكاميرا السيلفي الداخليه في الفولد 6 هتلاقي الكواليتي والبكسلز ميتها، انما في الفولد 7 طبعا الكواليتي احسن بكتير. طبعا عندك في الموبايل ده صوت ستيريو زي ما قلنا، سماعات فوق وتحت، واخر حاجه ممكن نتكلم عليها وهي البطاريه اللي 4400 ملي امبير واللي بتدعم شحن 25 واط بالكابل او 15 واط وايرلس. وطبعا الموبايل فيه ريفيرس وايرلس تشارجنج علشان مثلا تشحن الجالاكسي بادز بتاعتك او الجالاكسي واتش بسرعه شحن بتوصل ل 4.5 واط. البطاريه دي يعني بتقعد معاك اليوم، مش كله بصراحه، مثلا على الساعه 7 8 بالليل كده تبقى محتاج تديلها زقه شويه عشان تكمل معاك اليوم لاخره. وخليني اقول لك خلاصه الموبايل ده. مبدئيا ده موبايل قوي قوي، ممكن تستعمله في كل الظروف بتاعتك، سواء انت بتتفرج على كونتنت سواء بتشتغل او كده، وبالذات لما تحب تقارنه مع الموبايل بتاع السنه اللي فاتت هتلاقي تغيير كبير قوي، والتغيير باين من كل النواحي بصراحه. سواء الشاشه الخارجيه اللي هنا حجمها كبر بوضوح، بقى الموبايل مسكته احسن في الايد، وطبعا الشاشه الخارجيه لما تكون حجمها مريح اكتر هتساعدك في السكرولينج وهتساعدك وانت بتستعمل الموبايل بايد واحده عموما. سواء الشاشه الداخليه اللي هي كبرت هنا ووصلت ل 8 انش وكانها ميني لابتوب، اما طبعا الشاشه الداخليه لما كبرت شويه فرقت كمان معانا في التجربه بتاعه مشاهده الفيديوهات. وسمك الجهاز نفسه كمان علشان قل شويه فبقى الجهاز مريح اكتر في الاستخدام، وطبعا هيفرق معاك وانت حاطه في جيبك او وانت بتستعمله بايد واحده. وبس كده، دي كانت كل حاجه انت محتاج تعرفها عن الجالاكسي فولد 7. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.